السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الشباب أينما كنتم، الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا كانت الأسرة سليمة لابد أن يكون المجتمع سليم، لأن المجتمع يبنى كله على الأسرة. ولهذا اهتم الإسلام ببناء الأسرة، فأرشد إلى الزواج من ذات الدين. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لحسبها ونسبها ودينها، فعليك بذات الدين. ذات الدين هي التي تبني الأسرة بناء سليما. أيها الشباب، لابد أنكم مقبلون إلى الزواج، والزواج ضرورة من ضرورات الحياة، فعليكم أن تهتموا بتأسيس الأسرة على قواعد متينة وأساسية، وهي الارتباط بذات الدين، لأن الدين يحفظ المرأة من الضياع. هذه الأسرة تتعرض اليوم لمؤامرة خطيرة من المفاهيم الغربية المنحلة التي تحاول أن تخترق الأسرة وتفككها. كيف تفككها؟ تفككها من خلال تشجيع الأبناء والبنات على التمرد في مبادئ الأسرة وقيم الأسرة، وتدعوهم إلى أن يتحرروا منها، وتسمي هذا تحررا، في حين ليس هو التحرر وإنما هو الضياع. فالشاب عندما يخرج من أسرته ويظن أنه قد تحرر من ضوابط الأسرة، بالتأكيد أنه وضع أقدامه على طريق الضياع. لهذا أيها الشباب، وبالذات الشباب المهاجر الذي استقر في الغرب، والغرب تعرفون قيمه التي غزته وحولته مما كان فيه في يوم من الأيام من احترام الأسرة وتقديرها إلى ما هو عليه الآن من تفكيك الأسرة. أيضا الاتفاقيات التي وقعت عرفت الزواج على أنه ارتباط بين اثنين، لم يعرفوا الزواج على أنه ارتباط بين ذكر وأنثى، وإنما عرفوه على أنه ارتباط بين اثنين، ويقصدون بهذا التعريف أن تفقد الأسرة معناها الإنساني الحقيقي، فبدل أن كان تعريف الزواج ارتباط مقدس بين ذكر وأنثى من أجل إنجاب الأبناء وتربية المجتمع على هذه الأسس السليمة للأسرة، عرفوا الأسرة بهذا التعريف الذي جعل منها هي مجرد ارتباط بين اثنين، ليدخلوا في ذلك المثلية، ما يسمونهم بالمثلية، وهي حالة مرضية عرفها الإسلام باللواط والسحاق، وهي أن تكتفي في السحاق المرأة بالمرأة، وفي الرجال الرجل بالرجل، وهو ما يسمى اللواط. هذه المفاهيم وهذه التسريبات للتصرفات غير الأخلاقية هي التي تدمر الأسرة. لهذا عندما نهتم نحن بالأسرة نهتم بقضايا كثيرة، نهتم بالمجتمع كله، والمجتمع كله ليس هو أكل وشرب فحسب، ليس هو فقط تعاملات اقتصادية، وإنما المجتمع هو أخلاق، وهو تراث، وهو قيم، وهو سمات تجعل منه آمنا مستقرا. وأول قضية في الأمان والاستقرار أن تكون الأسرة التي نبنيها آمنة مستقرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.